تفتكروا كائن زي الفار ممكن يكون بطل في يوم من الأيام؟ في منظمة غير ربحية في زيمبابوي اسمها أبوبو بدأت من 5 سنين على تدريب الفئران في مهمات صعبة وحاجات احنا كبشر ما نقدرش نعملها، لأن زي ما انت عارف الفئران ذكية وحجمها صغير ووزنها خفيف وكمان سريعة، وبالتالي تقدر تخش أي مكان بسهولة، وعلشان كده دربوهم يكتشفوا الألغام تحت الأرض، لدرجة إن في واحد منهم قدر يكتشف أكتر من 1000 لغم تحت الأرض خلال 5 سنين، واتكرم وخد الميدالية الذهبية. ودلوقتي الفار ده متقاعد علشان عجز وبقى عنده 8 سنين. بس مش ده اللي جاي اقول لكم عليه، انا جاي اقول لكم من فترة قريبة كانوا بيدربوا الفئران على انقاذ ضحايا الزلزال من تحت الانقاض، فبدأوا الاول يعودوهم على لبس شنطة معينة كده في ظهرهم ويتحركوا بيها من غير ما يقطعوها، وبعد كده زودوا الشنطة دي بجهاز تتبع وميكروفون حساس وكاميرا، وطبعا اجهزة زي دي لازم يتعلموا يحافظوا عليها، وفعلا اتعلموا، وبكده الفار يقدر يدخل تحت الانقاض يشمشم على اي ريحة انسان ويقدر يوصل.